عايزك تركز في الفيديو ده عشان مهم وخطير جدا. لكل واحد شغال في شغلانه لازم يتقي الله عشان فلوسك تكون حلال، ما تقصرش في شغلك. دول عاملين يرموا الشنط وبهدلوا الدنيا، والله اعلى واعلم فيها ايه. حصل معايا موقف عجيب جدا، فحبيت ان انا اشرح على الفيديو واجيبه عشان الناس خلي بالها. كنت طلب من الجيزه، انا في الشرقيه، حاجه يعني جهاز، المهم يعني هو قابل للكسر. لقيت شركه الشحن جايباه والراجل مصوره واخر تمام. الجهاز لقيتهم مكسرين الشاشه. جيت بكلمه هنا، قال لي يا عم دي ثالث مره وكسروا لي جهاز قبل كده وبهدلوا الدنيا، وشلته انا على حسابي واديت الزبون واحد تاني. فحرام عليكم اتقوا الله. هو يشيله ليه؟ هو يبيع عشان يكسب مثلا 50 ولا 100 وانت تخسره قصادهم 500، وانا اشيله ليه؟ يعني هو يشيله؟ لا، المفروض انت تشيله. فاتق الله، حرام عليك ليه تهدر حاجه الناس وتبهدلها؟ فعشان كده كل واحد في شغلانه يتقي الله في عمله، عشان هتسأل على ذلك وفلوسك تكون حلال. مش هقول اكتر من كده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صلى على النبي، شارك الفيديو لعل احد يستفيد.